بالكذب مكشوفه. لكن انا اتمنى حقيقه من قناه الجزيره في لقاء كان مع صاحبه القناه تتكلم على قناه الجزيره، تتكلم قصدي عفوا عن طبعا نحن نعرف عن من تتحدث طيب نواف، لكن لا داعي لذكر اسماء لا بعينها او قنوات بعينها. عفوا انا ما ذكرت، انا اقول حتى توضح للناس الحقيقه ان قناه الجزيره تفتح لجميع الشعوب والجميع المواطنين. ليش الان يقولون قناه الجزيره لا احد يطلع على قناه الجزيره والقناه الجزيره قناه يعني انت تلوم من بالتحديد نواف؟ انا الوم القنوات تلقي باللائمه على من؟ انا الوم القنوات الخاصه الكويتيه؟ لا نعم. احنا الان وين نطالع كلها على قناه الجزيره. نعم. لانها في الحقيقه هي القناه المصداقيه، هي الحقيقه وقناه الراي. نعم. اما باقي القنوات للاسف الشديد. شكرا لك نواف. شكرا جزيلا لك نواف، معنا كنت من الكويت. معنا الان كمال شكري من المانيا. كمال. كمال مساء الخير يا مساء الخير مريم. اهلا وسهلا. في عجاله اولا الاعتداء على برلمانيين في الوطن العربي او في اوروبا ما انا اعيش دي حاجات ما بتحصلش الحقيقه الا في الدول المفروض تبقى يعني متخلفه، والاداره البوليسيه فيها بتمسك زمام الامور عشان تديرها لاجنده معينه، وهذه الاجنده معلومه ومعروفه. وكان في كومنت مهم جدا في الوكالات الالمانيه، مع انها هي طبعا بتهمها هذه الوكالات تدعم ماركة طوال العمر في منطقة شبه الجزيرة العربية بالكامل. أنا عايز أدخل في محور أساسي في وجهة نظري مهم للسيد الضيف. يجب أن يعلم أن إحنا نقف هنا جنب الإخوة البرلمانيين اللي هم موجودين واتضربوا بطريقة غير أخلاقية وغير إنسانية وملهاش أي مبدأ خالص. بس يجب أن يعلم أن الإدارة ماركة طوال العمر التي تحكم في الكويت يا سيدي العزيز هي التي دبرت ضرب وقتل أكثر من 1,000,000 أخ لك في العراق. كمال لا نريد أن نخرج عن موضوع هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى مصر. معنا من هناك محمد الوصيف. محمد. أستاذة مريم أهلا بك. مساء الخير. مساء الخير. من حسن الحظ أن احنا ضيفنا في هذه الحلقة هو أكاديمي وأستاذ إعلام ومحلل سياسي الدكتور أحمد الزايدي، فمرحبا. علشان يبقى مستوى النقاش قبل السؤال مستوى مرتفع وموضوعي متعمق يا دكتور. بمعنى أنا أثق في ديمقراطية الكويت، وأنا بفتخر بما يجري على أرض الكويت من ديمقراطية، ولو أنها ليست من آلاف السنين إنما هي ديمقراطية مشرفة لوطن عربي. يعني احنا بنقول ان في لبنان نموذج الديمقراطية والتعددية وإتاحة الفرصة لكافة التيارات إلى آخره وحرية الإعلام. كان عندنا هذا المثل. رقم 2 هي الكويت، ورقم 3 قطر، لأنه يجري عليها ما يجري على الكويت، إضافة إلى هرم اسمه قناة الجزيرة، وخصوصا الجزيرة مباشر. نعم. هل تعلم سيادتك كرجل أكاديمي ان الجزيرة مباشر في استفتاء عندي انا في حزب مصر الفتاة الذي اتشرف برئاسته، الاستفتاء بيقول 73% من المشاهدة العربية هي لقناة الجزيرة؟ يبقى هنا في سؤال. ان احنا اصدرنا بيان في الحزب قلنا نناشد ونساند. نساند الجزيرة لانها منارة اعلامية ومنبر حر فعلا لكل المقهورين على أرض العالم وكافة التيارات، وكانت حيادية ومهنية عندما استضافت النائب صاحب المشكلة ثم استضافت النائب الآخر عن الحكومة. نعم. هذا هو الرأي والرأي الآخر. نعم. أقول يا دكتور وصلت الفكرة. سؤالنا تفضل. هل يجوز لنا بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة أن يلعب في عندنا الفار ويجي عندنا الشيطان عشان يخلينا زي بقية الدول اللي أصبحت مسخرة أمام العالم وما فيهاش لا برلمانات ولا فيها حرية شكرا ولا فيها لك محمد. وصلت فكرتك. شكرا جزيلا لك. إذا دكتور أحمد الزايدي، استمعت إلى مجمل ما قاله المتصل. نواف عبد الله يستغرب ما يحدث في الكويت، ويستغرب أيضا قرار إغلاق مكتب الجزيرة،
ويلقي باللائمة في نفس الوقت على القنوات الكويتية التي ربما تراجع دورها في الآونة الأخيرة. أولا دعنا نبدأ من وسائل الإعلام الكويتية اليوم، إن كانت صحافة مكتوبة أو قنوات تلفزيونية أو حتى الصحف